السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مشاهديني وأخواتي وحبيبي في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. هنعمل وصفة حلوة لذيذة جدا، الأطفال بيحبوها، مشهورة جدا، بتتباع على الشواطئ. بصراحة كان نفسي أعملها من زمان، بس التفاح المصري الصغير ده ما كانش متوفر، كان متوفر التفاح الكبير. فأنا كان نفسي أعملها لكم زي اللي بتتباع على الشواطئ، بتتباع بالتفاح الصغير ده. ديت كان نوع من انواع الحلويات، كانت بتتباع زمان، كان اسمها حلاوه يا جروبي، بس دلوقتي بيقولوا عليها الفريسكا وبتتباع على الشواطئ. يلا نشوف الفيديو ونكمل الفيديو مع بعض. فيديو ممتع جدا، بس ما تنسوش تدعموني باللايك والشير والاشتراك في القناه، وتضغطي على جرس الاشعار عشان يوصل لك كل جديد. انا جبت التفاح وغسلته زي ما حضراتكم شايفين كده، وجهزت عصيان اللي هي الشيش طاووق. لما متوفره عندك جديده او مستعمله، بصراحه انا مش برمي المستعمله، بستعملها في حاجات تانية. هنشوف كده استعملناها ازاي وعملنا بيها الوصفه الحلوه ديت ازاي. اول حاجه هنعمل الكراميل بتاع الوصفه. هو عباره عن كوبايتين سكر، عليهم كوبايه ميه، هنضيف عليهم نص معلقه عسل جلوكوز، او لو متوفر عندك معلقه كامله حطيها، وشويه ملح الليمون او عصره ليمونه. وده لون طعام، اي لون يعجبك، احمر او اصفر او اي حاجه المتوفر عندك، ده لون طعام صحي بس مش هنضيفه دلوقتي. انا جبت عصيان الشيش طاووق اهيت وكسرتها، وابتديت انشف كده في التفاح طبعا عشان يشيل معايا الكراميل. وهنغرزها فيه كده ونعملها كده عشان ايه الطفل يعرف يشيلها زي المصاصه كده، يبقى لها ايدين كده زي المصاصه زي ما حضراتكم شايفين. خلاص هنغرز عصيان الشيش طاووق دي في كل التفاح كده بالمنظر اللي انتوا شايفينه، ومنشفينها ومجهزينها بالشكل ده. كانت زمان بتتباع وكانت حلوه جدا، وكان يا دوبك ما كن- مش كانت بتبقى كلها عليها كراميل، بتبقى منعصه حته بسيطه كده، بس كان بيبقى طعمها لذيذ جدا، وهي فعلا حلوه في التفاح المصري خالص. انما التفاح الكبير ده هو الطفل هيقدر يكمل التفاحه الكبيره؟ لا، مش عجبني. اللي هو التفاح الكبير يعني كتير على الطفل، مش هيقدر يكملها. بنعمل لها قاعدة طبعا من تحت عشان نعرف نقعدها. خلاص بنرفع الشربات على النار اهوت بيغلي معانا. هنخليه شربات تقيل زي ما انتوا عارفين، عشان يبقى الكراميل تقيل ويمسك كده في التفاح. خلاص بيبتدي يغلي كده على النار. ناخد بالنا ونفضل نقلب فيه، بنضيف عليه بقى اللون. خلاص انت بتتحكمي في اللون، بعد كده بيبقى احمر غامق او لونه بامبا زي ما انت عايزه. وفي الوان بتتباع لونها برتقاني او اخضر، برضو بتبقى حلوه خالص لو انت عاوزه تلوني بقى وتعملي مجموعه الوان عندك في البيت. الحاجات دي حلوه جدا وبتجذب الاطفال. هنبتدي نختبر اللي هو الكراميل، نشوفه كراميل ازاي. هنحط شويه كده في ميه، هنشوفه معانا كده. خلاص هو كده لسه طري شويه، لسه ما مسكش. سيبته بقى بعد كده شويه كمان اهو. هو كده لسه ما كرملش معانا. انت بتجيبي شويه ميه كده وتحطي فيه حبه من الكراميل وبتختبريه. خلاص بعد كده حبه تانية اهو. انا حبيت اوريكم برضو قبل ما يكرمل وبعد ما كرمل. خلاص بقت ماسكه خالص معانا اهي، وعامله كراميل اهوت. هنحطه بعد كده على التفاح على طول فورا. بنخرج بنطفي على الكراميل وبنسقي بقى بيه التفاح كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. لازم نغطي التفاحه كلها بيه. ايوه زي ما انتوا شايفين كده. حاجة حلوة كده بتفرح أطفالنا، وحاجة مفيدة وألوان طبيعية، والتفاح كمان يعني الأطفال يحبوه. وحاولي تنقي التفاحة الصغيرة، بلاش التفاحة الكبيرة زي ما قلت لك قبل كده، بتهدر معاكي وطبعا الطفل ما بيقدرش ياكلها. وخلي بالك عشان لسعة الكراميل دي وحشة جدا، بعيديها عن ايديكي كده بالشكل ده. بنحاول بقى نعمل الكمية كلها ونرصه كده على حاجة سيليكون علشان نعرف نشيلها من عليها. ودي كمان واحدة اهي بنغطسها في الشربات اهي، ونحاول نغطيها كلها بالمنظر ده. انا برضو ما اعترفش بيها لانها حلاوة الجروبي اللي احنا متعودين عليها واحنا صغار، اللي بيقولوا عليها فريسكا برضو دلوقتي بتتباع على الشواطئ وحلوة جدا، وبصراحة طعمها حلو جدا، وانا اول مرة اجربها. والله جربوها مش هتندموا.
بس بالتفاح الصغير اللي انا قلت لكم عليه ده. هو بقاله فتره التفاح ده مش متوفر في الاسواق. خلاص نبتدي نعمل المجموعه كلها او الكميه كلها بقت بالشكل ده، وبألف هنا وشفا. نقدمها كده حلوة للأطفال، حاجة بتفرحهم في البيت، حاجة طبيعية. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وشكرا لحسن متابعتكم. ما تنسوش تدعموني باللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحاسبكم تتفرجوا على باقي الفيديو والحاجات الحلوة اللي انتوا شايفينها دي.